يا ترى ممكن العلم الحديث والإيمان الكتابي يتفقوا مع بعض؟ وهل ممكن قصة الخلق اللي في سفر التكوين يكون ليها معنى قوي في حياتنا النهاردة؟ سفر التكوين في البدء ليكن نور. بلاش تحتار، هنساعدك تختار. أهلاً بيك في المنيو. هنساعدك تختار تتعلم إيه وسط بحر الكورسات والمصادر اللي على الإنترنت. هنتكلم عن خدمة رائعة اسمها إجابات في التكوين أو Answers in Genesis. هدفها باختصار هو الدفاع عن قصة الخلق الكتابية اللي في سفر التكوين وتقديم إجابات مسيحية قوية ومقنعة لكل الأسئلة الصعبة اللي بنسمعها عن العلم والإيمان. الخدمة دي بتقدم كنوز من المصادر اللي بتناسب كل الفئات. أول حاجة عندهم مقالات وموارد كتابية وعلمية عميقة. لو حد سألك هو ربنا خلق الكون في 6 أيام بجد ولا ده مجرد رمز؟ المصادر اللي بتوفرها الخدمة هتلاقي فيها دراسات مفصلة بتشرح الموضوع ده من المنظور الكتابي والعلمي عشان تكون إجابتك مبنية على أساس قوي. وتاني حاجة عندهم فيديوهات وورش عمل بتوضح الحقائق دي بطريقة مبسطة وجذابة. ممكن تتفرج على فيديو بيشرح إزاي الديناصورات ممكن تكون عاشت في نفس الفترة مع الإنسان زي ما الكتاب المقدس بيقول، وتكتشف حقائق جديدة ممكن تكون أول مرة تسمعها. وثالث نقطة ودي مهمة جدا لخدام الكنايس، إنهم بيوفروا مواد تعليمية ودورات تدريبية لخدام الأطفال والشباب. لو أنت خادم شباب هتقدر تلاقي منهج متكامل يساعدك تجاوب على أسئلة المراهقين عن التطور وتصادم العلم والإيمان، وتزرع فيهم إيمان مؤسس على حقائق سفر التكوين. ورابع نقطة، المصادر اللي بتوفرها الخدمة بتقدم نظرة مسيحية شاملة للحياة. مش بس بيتكلموا عن الخلق، لكن بيوروا إزاي قصة الخلق بتأثر على فهمنا للزواج. إجابات في التكوين مش مجرد موقع، ده عالم من المعرفة. مقالات عن 100 سؤال عن التكوين، موارد تعليمية للمدارس الأحد عشان تعلم الأطفال أسس الإيمان من صغرهم، دراسات عن أهمية الخلق للعيلة المسيحية لتقوية الروابط الأسرية على أساس كتابي، قناة يوتيوب غنية بالوثائقيات والنقاشات متجددة باستمرار. هتلاقي كل الروابط دي في وصف الحلقة عشان تبدأ رحلتك فوراً. قولوا لنا في التعليقات تحبوا المنيو جاي يكون عن خدمة إيه؟ لو منيو النهاردة أفادك ياريت توصله لناس تانية يمكن يستفيدوا هم كمان. المنيو، وقتك ذهب، اختار اللي ينفعك. سلام.